متابعي سوشيال ميديا الأهرام، أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من بودكاست حديث الأهرام. ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة كاتبة ومؤلفة تعرف كويس قوي تحول التفاصيل الصغيرة لحكايات كبيرة، صوت صادق وأسلوب بسيط لكن عميق، وكتابتها توصل للقلب. ضيفتي اللي مشرفاني النهاردة الأستاذة رنا أبو الريش. أهلا بيكي أستاذة رنا. أهلا بيكي ميرسي، أنا متشرفة بوجودي معاكم النهاردة. أهلا بيكي. أولا كل سنة وأنتي طيبة. وأنتي طيبة. ومبروك. الأول عايزين نبارك لك على الأجزاء الثلاثة اللي كسرتي بيهم الدنيا على مدى 3 مواسم لرمضان ب كامل العدد. كان مسلسل جميل وشد الناس كلها، عمل إجماع كبير جدا الحمد لله. والسنة دي إن شاء الله عندنا مسلسل جديد اللي هو 2 غيرنا. مزبوط. نفس البطلة ونفس المخرج ونفس المؤلفة. مظبوط. كلمينا الأول، نبتدي في الأول عن المسلسل الجديد. كلمينا عنه، موضوع وفكرته جات لك إزاي، أخذ وقت قد إيه كتابته منك؟ المسلسل الجديد مبدئيا طبعا هو تحدي كبير جدا بعد كامل العدد، يعني الواحد بيتحسس الخطى، يعني مرعوبة، لأن كامل العدد الحمد لله نجاحه زي ما قلتي كان كبير حقيقي. فالخطوة اللي بعده كانت بالنسبة لي تخوف جدا، بس أنا الفكرة كانت عندي بقالها سنين، ومن 6 سنين تقريبا ترجمت الفكرة دي لمعالجة صغيرة. وأنا عموما كده لما بيجيلي فكرة على طول بكتبها وبحوشها، بتبقى متشالة في اللابتوب، متشالة في لحد ما بيجي وقتها ده طبعا بيبقى بتاع ربنا. فالسنة دي الطلب مني هتعملي ايه رمضان الجاي، فقلت هو ده اللي انا عايزه اعمله، هو ده اللي انا حاسه ان انا عندي شغف ناحيته، ودي القصه اللي انا عايزه احكيها دلوقتي حالا. فطلعت المعالجه القديمه، طبعا طورتها واشتغلت عليها وابتديت بقى اعمل الخطوات الاولى اللي هي المعالجه والشخصيات الرئيسيه، وبعدين بقى بعدها تيجي مرحله الحلقات. هو مسلسل اجتماعي طبعا في المقام الاول، اجتماعي درامي اجتماعي رومانسي، المهم ان هو واقعي. يعني انا المهم عندي في كل اعمالي ان هي تكون حاجات واقعيه، يعني قريبه، ما تحسيش ان انا بحكي قصه بعيده عن الناس. حقيقي هو ده اللي انا قلته فيه صدق، وحاسه انه هو عشان كده بيوصل على طول. يعني حاسه انه مش، يعني عايزه اقول انه مثلا نور في 2 غيرنا او ليلى دول حقيقيين. صحيح. ايه بقى مدى قربهم من رنا؟ مدى قربهم من رنا، بصي هقول لك على حاجه، انا الحقيقه ما بسالش نفسي السؤال ده قبل ما اكتب، بس انا في وسط كتابه 2 غيرنا تحديدا سالت نفسي. اولا ليلى كانت قريبه مني جدا لان انا وام ل3 صبيان وفي مراحل عمريه مختلفه، فعندي 2 كبار و1 صغير، فانا حصل لي شبه اللي حصل لليلى، ان هي بتربي ولاد كبار في الجامعه وبعدين واحد بيدخل نيرسري وكده، فانا عندي النوع ده بالظبط. احنا عيله كبيره، انا واخواتي ال4، لمه العيله، الجدود، الحاجات دي كلها انا عاصرتها وشفتها. حماتي، علاقتي بحمواتي، يعني الموضوع كان فيه كتير مني. نور، ومش هقول نور بس، هقول نور وحسن البطلين بتوع 2 غيرنا قريبين ليا جدا في لمحات. يعني اعتقد ان المؤلف تحديدا وهو بيشتغل ما بيبقاش يمكن حاطط ايده على انا بكتب ايه مني بالظبط، بس لما بتخلصي بتلاقي نفسك اخدتي اجزاء منك كأنك وزعتيها على الشخصيات، او اجزاء من المخزون الانساني اللي عندك، او مخزون الذاكرة، او حتى لو مش منك انت كشخصية، من حاجات انت قبلتيها او عاصرتيها او سمعتيها، او يعني المهم انه في الاخر الواحد بيتفاجئ بانه الشخصيات فيها اجزاء منه، كانك بتقسمي نفسك كده على الكاركترز بطريقه غريبه انت نفسك ما بتبقيش واعيه لها. بس لما تيجي تتاملي، انا لما تاملت لقيت ان حسن ونور هما الاثنين شبهي في حاجات كتير. طيب رنا، قولي لي، احنا دلوقتي بنتفرج على المسلسل وبنتابعه، وان شاء الله يحقق نجاح كبير باذن الله، ومستمتعين بيه ومستمتعين بيكي، بس فرصه وانتي معانا النهارده
برضو تقولي لي ايه التحديات اللي قابلتك في الكتابه، وبعدين تقولي لي بقى الشخصيات، انهي شخصيه تعبتك اكتر، انهي شخصيه انت مبسوطه منها وكانت بتفرحك وانت بتكتبيها. اولا اكبر التحديات هو ان انا اتخلص من كامل العدد تماما من السيستم بتاعي وابدا. عملتيها ازاي دي؟ من بعد ما خلصت الحلقه ال15 ما بصيتش على المسلسل تاني ولا حبيت ان انا احس، يعني بقيت اقول يا رب انا مش عايزه اخد اللحظه دي فور جرانتد، انا مش عايزه اللحظه دي تفضل متخزنه جوايا عشان انسى النجاح ده خالص، لان لو فضلتي واقفه عنده ممكن يا ما اعرفش اعمل خطوه بعده خوفا من اني ما انجحش نفس النجاح، يا اعمل الخطوه اللي بعده شبهه علشان استثمر النجاح حقيقي. يا اما انا احس بعظمه وجلوري كده تخليني اتوه صح. او احس مثلا في لحظه ان انا اي حاجه بكتبها هتطلع حلوه، اي عمل جديد كانه اول عمل صح. نفس الرعب، نفس الخوف، النجاح اللي قبله خالص ما تحسيش ان انت مسنوده عليه. انا كنت بفكر نفسي بده يوميا وانا بتفرج على كامل العدد، انه يلا بقى اللي بعده، يا رب نسيني المشروع ده عشان اعرف ادخل اللي بعده. التحدي بقى اللي وانا داخله جوه اتنين غيرنا، الوحده، الاكتئاب، حالة البطل والبطلة، هما الاتنين ناس عانوا، عندهم تجارب حتى لو مش شبه تجاربي أنا الشخصية، بس في معاناة إنسانية، ناس بتحاول تتخطى، ناس بتحاول تنسى، ناس بتحاول تتخلص من وحدتها، أو actually هم قدام الناس مش وحيدين بس هم لوحدهم في قمة الوحدة والصمت والشعور بالانكسار ومراجعة الذات والذكريات فأنا لازم دي برضو هتلمس طبعا ناس كتير جدا. ناس كتير جدا. أنا عموما بحكي عن صورة من صور الاكتئاب اللي هي بتصيب ناس كتير جدا، سواء من تجارب عاطفية، تجارب شخصية، تجارب فقد، الفقد عموما والشعور ما بعد الفقد وتخطي ده ازاي ممكن يحصل، وازاي الانسان يحاول يساعد نفسه. ده موضوع مهم جدا طبعا. وازاي كمان انه الواحد يحاول يساعد نفسه وما يستسلمش للوحدة، بس احيانا الوحدة دي بتكون مش بس مفروضة عليه، او الواحد شخصيا ساعات احيانا مختارها. حتى بالظبط، حتى لو كان حواليه ناس كتير او يبدو من الخارج انه حواليه بريق شديد صح. زي شخصيه نور، هي شخصيه تحت الاضواء صح. هي حواليها بريق، الناس بتحسدها على اللي هي فيه صح. لكن ما حدش يعرف الصمت والوحده اللي بتحصل لما الباب يتقفل والدنيا تسكت بالليل والواحد يبقى مع نفسه هو وافكاره. فانا كنت ببقى في الحاله دي وانا بكتب لدرجه ان المشاهد المبكيه في المسلسل انا كلها تقريبا بكتبها وانا ببكي، يعني انا بدخل في الحاله قوي زياده عن اللزوم، لدرجه ان انا بفرض على نفسي الوحده دي من غير ما اخد بالي. انا بتبنى حسن ونور وبعيش حياتهم، بعيش صمتهم، بعيش وحدتهم، بعيش من غير ما اقصد ومن غير ما اخد بالي ومن غير ما بس ببقى في حاله كده. اكيد. فالموضوع ده كان صعب عليا، والى الان انا لسه حسن ونور ما خرجوش مني من جواكي. الشخصيات القريبه ليا قوي في العمل كلهم قريبين ليا جدا، بس شخصيه زي شخصيه شهيره اللي هي فنانة فدوى عابد رائعة فيها كتير مني مع صحابي كده. شخصية مها اللي هي ناردين فرج فيها كتير مني برضو. عشان كده بقولك الواحد بيبقى غصبا عنه مقسم نفسه على الشخصيات من غير ما ياخد باله. أيوة. ساعتها حد فيهم يعمل موقف اقول ده انا كان ممكن اعمل ده او كده، لكن عموما هو العمل ككل كان بالنسبه لي مرهق. بالنسبه لك وانت بتكتبي يا رنا بتبقى 15 حلقه، انت عارفه انها 15 حلقه؟ طبعا طبعا، من قبل ما اكتب خالص، من قبل ما ابتدي في كتابه الحلقات. كتابه الحلقات دي بتبقى اخر مرحله. اوكي. اول مرحله هي كتابه الفكره، المعالجه الدراميه والشخصيات بتاعه العمل، الشخصيات بتاريخها، بصفاتها، حتى بيلبسوا ازاي، بيتكلموا ازاي، بيتصرفوا ازاي، ولازم ارسمهم كويس قوي علشان وانا ماشيه بيهم ثرو الحلقات يبقى كل تصرف نابع من طبيعه الشخصيه دي اللي انا اوريدي انا اللي خلقاها، اي كرييتد الشخصيه بالظبط. وبعدين بعد الشخصيات والمعالجه الدراميه ببتدي اقسم الاحداث، اقسم الاولى بالعريض هيحصل فيها كذا، الثانيه هيحصل فيها كذا، الثالثه كذا، الى ان
أو اوصل للحلقه ال15 ابقى عارفه انا هبدا فين، منتصف فين، نهايه فين. ساعات ممكن ده يتغير في وسط ما انا بكتب الحلقات، الاقي نفسي في حته لا انا محتاجه حدث اكبر فابدر حاجه واخر حاجه. او ساعات احس ان ده كفايه هنا، او ساعات بتاع. لكن في كل الاحوال الخريطه اللي انا رسماها من الاول هي اللي انا بمشي عليها. تمام. فببقى مفصله العمل الاول، وكتبت الحلقات دي بقى التتابع الاول ثم الحوار. وانتي بتكتبي برضو كنت عارفه ان البطله هي دينا الشربيني؟ لا ما كنتش عارفه. لا مش كاتبه لدينا؟ لا خالص مش كاتبه لدينا. بالعكس انا عايزه اقول لك انا مش كاتبه لدينا خالص. انا كتبت في الاول المعالجه والشخصيات، وبعدين ابتدينا نتكلم مع جهة الانتاج في مين الابطال في مين كده. فانا مش كاتبه لحد بعينه، انا كتبت الشخصيات وبعدين بنشوف مين اللي لايق عليه. لكن الحقيقه انا دلوقتي بعد ما شفت دينا في التصوير وفي في وسط المسلسل، لا هو يعني هي اقدر حد انها كانت تقدر تعمل دور نور ابو الفتوح، وعاملاه بمنتهى الجمال. يعني مفيش احلى من كده. هي جميله واحنا بنوجه لها التحيه طبعا. رنا انت بتحضري التصوير مش كده؟ مظبوط. ايه بقى الحاجات اللي بتحصل ورا الكاميرا؟ قولي لنا كده شويه حاجات من اللي حصلت نحب نعرفها. لا انا بحضر التصوير طبعا مش يوميا، وهو مش فرض عليا. ولكن بما ان احنا تيم ورك لطيف جدا مع استاذ خالد الحلفاوي، انا وهو وعشره، ولمست ده في كامل العدد، لان كنت يا انا يا يسر طاهر بنكون موجودين في التصوير بصفه مستمره. لمست انه وجود المؤلف مهم جدا. احيانا والمشهد بيتمثل ممكن يجيلك فكره، او هم بيعملوا البروفا، او انا براجع المشهد قبل ما يدخلوا يعملوا البروفا، احس ان انا عايزه اضيف حاجه، احس انه لا الحوار طويل قوي ممكن نشيل دي، او ممكن الممثل يتوجه لي بفكره انه ممكن اقول كذا بدل كذا او كذا. يعني فاهمه قصدي؟ التواجد بيفرق جدا. انك تشوفي الحاجه اللي انت كاتباها وهي بتتنفذ قدام عينك، بالذات بعد مرحله معينه في التصوير بتكوني انت شفتي الممثلين ادائهم عامل ازاي، فعرفتي كمان ده نقط قوته. ممكن ازود له حاجه، ممكن ازود له افيه، ازود له حاجه بتضحك، ازود له حاجه دراميه. انا عرفت نقط قوه الممثل ده، فممكن اضيف حاجه، ممكن اشيل حاجه، ممكن يبقى الممثل او المخرج عنده سؤال في المشهد فتكوني موجوده عشان تحلي. فده تواجد مهم الحقيقه. انا بحاول اكون متواجده على قد ما اقدر، تحديدا في الايام اللي فيها مشاهد تقيله وصعبه. بحاول اكون متواجده، اعمل تصليحات، اعمل تعديلات، اعمل يعني التواجد بيفرق. الكواليس طبعا لطيفه جدا جدا جدا. احب اقول لك الكواليس مع دينا الشربيني دايما دمها خفيف ولذيذه ومليانه بهجه. دينا بتشع بهجه وحياه في كل مكان بتروحه. السنه دي اول تعاون ليا مع استاذ آسر ياسين. وطبعا انا محتاجه اتكلم عن آسر لانه هو رائع. رائع باجتهاده، بانضباطه، بتركيزه، بمذاكرته، بمعاملته للجميع في اللوكيشن، بطبعا أدائه كممثل رائع. أنا شايفة أنه هو مبهر في دور حسن. يعني أنا وأنا قاعدة ورا المونيتور أو بتفرج على اللي بيحصل، أنا بالنسبة لي ما تخيلش حد كان ممكن يعمل دور حسن غير آسر. بمنتهى الأمانة. يعني انتوا هتشوفوا حاجة اعتقد ان هي هتبقى جديدة على آسر، وهو متقدم بطريقة مختلفة، وهو حابب قوي قوي. وهو انا ما يعني وانا بتفرج عليه حقيقي ما تخيلش ان حد غير آسر هو اللي يعمل الدور ده. بعد ما اتفرجت عليه طبعا في اللوكيشن، غير طبعا قد ايه هو متعاون، قد ايه هو محترم، قد ايه هو متربي، ده مثل خلق. يعني تحبي تشتغلي معاه، تحبي تشتغلي معاه. يعني انا قلت له انا احب جدا ان انا اكرر التجربه مره واثنين وثلاثه. ده ممثل اولا ورقك في امان معاه، لانه بيذاكره كويس قوي، بيهضمه كويس قوي، دايما عنده اسئله ذكيه جدا، ودايما عنده اضافات ذكيه جدا. فبيشتغل بمنتهى الشغف. فانت عايزه دايما، لو انت شخصيه عندك شغف، انت دايما عايزه تتعاوني مع الناس اللي شبهك في الشغلانه. فانا سعيده جدا بالتعاون معاه. رنا، ده تاني تعاون ليكي مع الاستاذ خالد الحلفاوي. يعتبر رابع بقى، لان احنا 3 اجزاء بالظبط. حقيقي. احكي لنا بقى على التعاون بينكم، يعني بتحسي بايه؟ مرتاحه؟
النجاح اللي طلع ده اكيد فيه راحه وفيه كيمياء. طبعا استاذ خالد اولا شخص مريح، شخص غير موتر، شخص هادي، شخص تعليقاته دايما على الورق او لما يقرا الحلقه تعليقاته دايما في محلها، مش بيقول تعليقات علشان يبقى قال، لان في ناس بتحب تمسك على، لا استاذ خالد تعليقاته دايما to the point. بالظبط to the point. مريح، لطيف، هادي. اللوكيشن بتاعه مش متوتر. انا اصلا بتوتر من لوكيشنات التصوير. بالنسبه لي هي اجواء موتره جدا، يعني لولا ان انا ببقى حابه اكون متواجده عشان اساعد في اللوكيشن، لكن انا لو عليا ما اروحش لانه اجواء بتبقى صعبه ومرهقه بالنسبه للممثلين. انا واحده جايه دي مش شغلتي، فببقى قاعده متوتره للكل، يعني متوتره من كل حاجه. فلا هو مريح وهادي، وطبعا عنده مشاعر. هو ما يميز استاذ خالد جدا بالنسبه لي ان هو شخص عنده مشاعر وحساس، فبيعرف يقدم المشاعر. وانا عموما كتابتي كلها مشاعر حقيقي، سواء الفرح او الحزن او الهزار واللعب او البتاع الدفى، كله استاذ خالد بيلمس ده وبيترجمه كويس. فانا بحب ان انا اشتغل معاه طبعا. طب قولي لي يا رنا، انت دلوقتي اتكلمتي برضو عن الاعمال عن كامل العدد، تفتكري النجاح الجامد قوي ده كان سببه ايه؟ يعني ان الناس كلها يعني طبعا عشان كان في اطفال وفي اعمار وكده، بس اجتماع الناس كلها على المسلسل ده من وجهة نظرك كانت ايه؟ المصداقية في الكتابة. وصلت المصداقية دي للناس. احنا كنا بنحاول، انا ويسر طاهر طبعا شريكتي في كتابة كامل العدد، واختي وحبيبتي، يعني احب اوجه لها تحية ومفتقداها جدا السنة دي جدا. الصدق، احنا تعاملنا مع الموضوع وتناولناه بمنتهى المصداقية. يعني حاولنا نبحث في كل حاجة، الأوضاع، الأعمار، كل شخص في مرحلته العمرية بيتكلم بلسانه هو، مش الناس مش بتتكلم شبه بعض. الأطفال بيتكلموا بلسان الأطفال، التينيجرز بيتكلموا تينيجرز، الجدود بيتكلموا زي الجدود باختلاف شخصياتهم وتباينها. فأعتقد أن الكوكتيل ده والتجميعة دي خلت الناس كل حد فيهم يشوف نفسه، أو يشوف حاجة شبه حياته، أو يشوف حاجة صادفها في حياته. يعني اللي مش ليلى وأحمد بالظبط. لا يعني بجد أنا يمكن اتكلمنا في التليفون وبنتفق، قلت لك أنت إزاي المشهد بتاع الابن اللي مسافر ده بالظبط، أنا الست برضو دينا وهي بتكلم الراجل عشان الفيزا. أنا بقى ولادي يقولوا لي أنت ايوه حقيقي مشاهد حقيقيه جدا. ايوه بس احنا كمان فادنا في ده الحقيقه، انه انا ويسر طاهر امهات. وانا عندي ولادي الاثنين في مرحله ما سافروا الجامعه بره في امريكا، فكنت متبهدله يعني كنت والى الان الكبير خالص لسه في امريكا. فانا اول يوم رمضان بيبقى منظري زي منظر ليلى، كل العيله معايا على السفره، بس انا الغايب ده هو اللي وجع لي قلبي. هعيط دلوقتي لما بفتكر ببقى عايزه اعيط. فعرفت اوصف ده لان انا عشته، انا عندي فيرست هاند اكسبيرينس في حاجات كتير من اللي انا حكيتها في كامل العدد. فعرفت اتناولها، والحاجات اللي انا ما عشتهاش يسر ما عشتهاش، احنا الاثنين شفناها عرفناها، والحاجات اللي ما كناش بنعرفها كنا بنسال عنها. بنسال وبنبحث وبنسال الناس اللي عندها تجارب شبه، وبناخد نماذج الشخصيات دي ونبتدي نتكلم فيها ازاي ممكن تتطور، ازاي ممكن تتصرف ازاي. يعني كل شخصيه وكل خط خد مننا مجهود كبير وبحث طويل. وفي الاخر كان اهم حاجه عندنا ان الناس تبقى، المشاهد يبقى وهو قاعد حاسس ان هم عادي زيه، مفيش تكلف، بيتكلموا عادي زي البني ادمين الطبيعيين. فانت لما بتفتحي كامل العدد بتحسي ان انت في وسط عيله بجد، وعايزه تفضلي قاعده مع العيله دي بالزبط. لان هم حقيقيين، لحم ودم، بشر طبيعيين. فدي اهم حاجه عموما في يعني انا بحب ان انا ابروزها قوي في كتابتي، واتعمد ان هي ما تبقاش لا متكلفه ولا متحزلقه ولا متفزلكه على المشاهد، ابقى بحكي عن ناس طبيعيه. وبحس ان هو ده اكتر حاجه بتوصل الاعمال للناس حقيقي. غير طبعا ان احنا ربنا وفقنا جدا في كاست رائع ومحبوب وممثلين شاطرين ومخرج شاطر ومنتج رائع. الاكزيكتيف بروديوسر بتاع كامل العدد وسام سيف، كان تحسي ان انت معاكي في ظهرك حد في ظهرك. احلمي في الورق
وانا هنفذ. الله، فكمان كان معانا تيم ورك رائع كلنا الحقيقه، كملنا بعض. هايل. رنا، قبل بقى يعني انت طبعا نورتي قوي في كامل العدد. قبل كامل العدد قولي لي بقى كان في عندك ايه الخطوات اللي كانت قبل كامل العدد؟ انا بدات كتابه من 2015 وانضميت لورشه استاذ تامر حبيب، هو استاذي طبعا الاول، في 2017 في الرايتنج روم بتاعته في مسلسل لا تطفئ الشمس. وبعدها انضميت لاستاذه مريم نعوم في الورشه سرد لمشروع كأنه امبارح. كنا تقريبا بنبقى 3 أو 4 في الورشة بنكتب الحلقات. ده لا تطفئ الشمس كان 30 حلقة، وبعدين كأنه امبارح كان 45 حلقة. كتبت حلقات متفرقة في مسلسل هربانة منها بتاع النجمة ياسمين عبد العزيز برضو في 2017. بعدها اشتغلت في مسلسل تاني اسمه دانتيل مع سماء عبد الخالق وإنجي القاسم برضو ضمن ورشة الكتابة، كنا 3 أفراد. بعدها وكتبت فيلم بتاعي ومضيته، بس هو لسه ما اتعملش، ان شاء الله هيتنفذ. طب احنا عايزين نعرف، هيتنفذ قريب ان شاء الله الفيلم ده. ما هي الحاجات حتى اللي بتتركن بيطلع لها وقت وتطلع يعني لما ربنا بيأذن. وبعدين ايه تاني، وكتبت انا ويسر مسلسل 30 حلقه واتركن. ما انا بقول لك في طبعا حاجات اعمال لم ترى النور، يعني انا ما بطلت الشغل من 2015 بس في حاجات ما ربنا ما كتبش انها تطلع، وحاجات طلعت قبل حاجات. يعني كامل العدد 1 انا كنت قبلها كاتبه ومصوره مسلسل بتاع هنا الزاهد واحمد السعداني اسمه سيب ونسيب، كاتباه لوحدي. وتصور قبل كامل العدد الجزء الاول، لكن اتعرض بعد كامل العدد الجزء الاول. فالحاجات بتاخد وقت، لكن انا عندي شغل كتير يعني. شغلي في ورش الكتابه فادني جدا جدا، واداني خبره كتير قوي. في فرق بين انك تبقي بتكتبي لنفسك او بتمضي والحاجه ما بتشوفش النور، في فرق بين انك تبقي ضمن ورشه كتابه. ما هو ده اللي انا عايزه اسالك بقى طبعا فيه، لانه انا برضو مش قادره افهم موضوع ورشه الكتابه. يعني انا دايما احنا متعودين الجيل القديم بتاعنا ان هو اسامه انور عكاشه، مدحت العدل، الناس اللي هي بتقعد تكتب تشتغل على نص ويبقى هو ده بتاعها وطالع كله من A to Z بتاعها. وبعدين دلوقتي بدأنا نشوف موضوع ورش الكتابه اللي هو بيبقى فيه كذا كاتب. ازاي الحكايه دي بتحصل؟ هقول لك تجربتي انا الشخصيه مع استاذ تامر حبيب. اتفضلي. هو بيبقى الهيد رايتر، هو بيحط الخطوط العريضه بتاعه المشروع، بيكتب المعالجه بتاعته الحدوته كلها. استاذ تامر اعتقد كان بيكتب الحلقه الاولى او مثلا الاولى والثانيه او اول مثلا 2-3 دول جايد لاين لينا. الشخصيات المعالجه الدراميه والشخصيات هو اللي بيكتبها، ويكتب مثلا اول 2-3 وبعدين نبتدي نجتمع. هو بيختار ناس هو عارف ان هم شاطرين او انه هنبقى على نفس الموجه، لانه مهم جدا ان احنا نبقى فكريا كمان متوحدين علشان الحاجه تطلع ميه واحده. فبنبتدي نمسك مثلا احنا دلوقتي النهارده في القعده دي هنعمل الحلقه الاولى والثانيه مثلا، الرابعه والخامسه مثلا، احنا 4 قاعدين او 3، فنبتدي نعمل مع بعض برين ستورمينج، نفكر سوا. خلاص احنا هو كتب اول حلقه او 2، خلاص احنا بقى هنبتدي يلا بينا نبدا الثالثه. فنبتدي نفكر سوا ايه اللي هيحصل كذا، هو يقول كذا كذا، نبتدي نفكر مع بعض في الاحداث، نعمل برين ستورمينج، ثم نكتب تتابع الحلقه. اللي بيكتب تتابع الحلقه ده بياخد الحلقه دي يكتبها، ثم الرابعه ثم الخامسه ثم السادسه لو احنا 4 فالراوند، او مثلا نتقابل يومين متتاليين ورا بعض نخلص فيهم ال4 حلقات دول كتتابع. اوكي، تتابع مشاهد، تتابع احداث. خلاص كل واحد ياخد الحلقه دي يكتبها في خلال كام يوم مثلا او اسبوع، وبعدين كل واحد يبعت حلقته للهيد رايتر اللي هو سواء استاذ تامر او استاذه مريم نعوم مثلا اللي انا اشتغلت معاه. يبعت الحلقه بتاعته للهيد رايتر، الهيد رايتر بيقرا الحلقه ويبتدي هو يأدت عليها، يضيف، يشيل، يغير في الحوار، يعمل حاجه، يسوي حاجه. البروسيس دي بتدي الواحد خبره. اولا ممكن تبقى انت كاتبه لسان الشخصيه مختلف تماما عن اللي المفروض، فاستاذ تامر يقول لك لا مثلا فلانه ما تقولش كذا، لان هو اللي صانع الشخصيه. فالبروسيس دي بتدي خبره كبيره جدا. تعملي ايه، والاهم من تعملي ايه ما تعمليش ايه وانت بتكتبي. فانا اتعلمت من الورش ان انا احضر الهوم ورك بتاعي كويس قوي قبل ما ابدا كتابه الحلقات. مفيش حاجه اسمها بسم الله الحلقه الاولى، لا،
في الاول الشخصيه وتاريخ الشخصيه، وبعدين الخريطه اللي همشي عليها، الاحداث بتاعه المسلسل كله. ما ابداش الاولى وانا مش عارفه هنتهي على فين في ال15. حتى لو جيت في وقت من الاوقات جالي بريفرنس تاني وحبيت اقفل قفله مختلفه، مش مشكله، ده في ايدي. لكن في الاخر لازم ابقى ماشيه على خطوات ثابته، انا عامله خريطه انا ماشيه عليها. غيرت حاجه في النص ما يجراش حاجه، لكن المهم قوي ان انا اكون عارفه انا ماشيه بعمل ايه، مش بحكي عشوائي. فدي مثلا حاجه من الحاجات اللي انا خدت فيها خبره جدا من الورش. خدت خبره جدا في الالتزام، فكره ان انت يبقى عندك ساعات عمل، ده شيء مهم جدا. ما ينفعش تسيبي الموضوع لحد ما يجيلك مزاجك. يعني فكره الورش اللي انا اشتغلت فيها سنين دي ادتني خبره حتى في الديوريشن بتاع الحلقات، ادتني خبره في طول المشهد، ادتني خبره في حاجات كتير جدا وفادتني جدا لحد ما انا انطلقتي لوحدي. وانت بعد انطلاقتك لوحدك دي ينفع ان انت بعد كده تفكري ان انت تعملي بقى، تبقي انت الهاد بتاع الورشه وتجيبي ناس يشتغلوا؟ طبعا بس لو عملت كده، واولا هعمل كده، اولا انا بحب اكتب لوحدي. أيوه. ده شيء انا بستمتع بيه جدا بالزبط. في المقام الاول. اللي حصل كان اكسبشن مع يسر طاهر، ان احنا الاثنين جه ازاي حكايه ان انتوا الاثنين تكتبوا؟ هحكي لك. احنا كنا مع بعض في ورشه استاذ تامر في كتابه مسلسل لعبه النسيان، بطوله دينا الشربيني. برضو كنت انا ويسر طاهر ومحمد المصري، وهو كمان دلوقتي انطلق برضو وعمل مسلسلات لوحده وكاتب رائع. فكنا احنا الثلاثه بنكتب المسلسل مع استاذ تامر، وبعدين في النص كمان هو اسند لنا كتابه بقيه الحلقات لوحدنا. اوكي. وكمل معانا يعني كاشراف فقط، احنا اللي كملنا المسلسل. فاتعرفت انا ويسر في ورشه استاذ تامر. دي كانت اول تجربه كتابه ليها، وانا كان بقالي 5 سنين بكتب. اوكي. حبينا بعض وبقينا اصحاب جدا، واكتشفنا ان احنا الاثنين حبنا للكتابه وللقراءه وللروايات، واحنا نفس الهوى، نفس خفه الدم، قصدي يعني السنس اوف هيومر بتاعنا واحد. المرحله العمريه واحده، احنا فينا كتير من بعض، فارتحنا جدا في الشغل مع بعض. جالنا بعدها عرض ان احنا نكتب مسلسل سوا، المسلسل اللي هو 30 حلقه خلصناه وما تصورش اصلا. بس اتعرفنا على بعض، ده كان سنه 2020 تقريبا. أوكي. فبقينا بنتقابل بصفه يوميه لان احنا بنكتب مع بعض 30 حلقه. فقعدنا سنه تقريبا وقت كوفيد وكده بنتقابل بصفه يوميه، بنكتب الحلقات اللي هي بيستلموها مننا، والمسلسل نفسه ما اتعملش. اوكي. فبعدها صاحبتنا هند رضوان، بوجه لها تحيه برضو، بروديوسر رائعه شاطره جدا، كانت عارفه ان احنا بنشتغل مع بعض، فجابتنا في الشركه. كانت وقتها بتشتغل في ايجل فيلمز، الشركه المنتجه لكامل العدد. فقالت لنا انا عايزاكم تعملوا لي حاجه مودرن شبه عالم ما يلا عيال، يعني واحد وواحده بس في المودرن لايف بتاعتنا. بس هي ادت لنا البذره انه واحد عنده تجربه زواج سابقه وواحده عندها تجربه زواج سابقه، حبوا بعض، حبوا بعض. ما حددتش حتى عدد الاطفال، عدد الجوازات، كل واحد ملابسات الموقف بتاعته ايه. احنا خدنا الفكره وابتدينا انا ويسر نرسم بقى، لا ليلى دي متجوزه مرتين قبل كده، لا دي هتكون 3 جوازه، عشان نخلق كوميديا وخفة دم من تعدد الحموات. فأخدنا بقى من هند البريف البسيط ده، وابتدينا إحنا نخلق العالم بتاعنا، البطل والبطلة، أهاليهم، ولادهم، أزواجهم السابقين، زوجاتهم السابقين، قصة حياتهم. خلقنا إحنا، صنعنا العالم بتاعنا. كان اللي هو ده البريف، يعني عايزين حاجة مودرن، واحد عنده زيجة سابقة وواحدة عندها زيجة سابقة. بس إحنا بقى بدأنا نخلق العالم بتاعنا ونرسم الشخصيات بتاعتنا والأحداث بتاعتهم وكل حاجة. فإحنا اتجمعنا في ورشة أستاذ تامر في 2020 او اتعرفنا اخر 2019 تقريبا انا ويسر، ثم توالت الاعمال اللي بتتعرض علينا نكتبها سوا لحد ما بقينا خلاص. يعني يسر ماي بيست فريند واختي زي اخواتي، وبستمتع جدا بالشغل معاها، بالرغم من ان انا بفضل الشغل لوحدي بمنتهى الامانه، ولكن يسر حاله خاصه جدا. طيب رنا، قولي لي بقى قبل 2015 وقبل بدايه العمل في لا تطفئ ارجوك لا تطفئ الشمس، رنا بوريش كنت بتعملي ايه الاول؟ وقبلها كانت احلامك ايه؟ انا حلم الكتابه ده
حلم الكتابه والاخراج كان عندي من وانا في المدرسه. اخراج. انا هحكي لك بريفلي. يعني انا جالي احساس كده ان انت بتحبي تقري روايات جدا كتير جدا، فعشان كده جات لك هو ده اللي صنع يعني بدايه صناعه الخيال. هو ان انا بقرا من وانا صغيره جدا جدا، بقرا حاجات اكبر من سني. يعني لما يعني المغامرون الخمسه والحاجات دي الواحد كلنا بدانا بيها، بس بدايه وانا عندي 10 11 سنه بدات اقرا احسان عبد القدوس، ثم نجيب محفوظ، يوسف إدريس، ثم بدأت أشوف حاجات، أقرأ في حاجات سياسية، أختار مثلا كاركتر أنا انترستد جدا في، فأبتدي أجيب كتاب عن الكاركتر او البيوجرافي، وبعدين الاراء المختلفه، وبعدين الكذا وبعدين الكذا. فابتدى الموضوع يتطور معايا جدا ان انا طول الوقت بقرا. ودرستي ايه يا رنا؟ درست الاول دخلت معهد سينما قسم اخراج. ده انت، طب ما انت يعني على التراك من الاول. وبعدين سبته بعد سنه اولى وسبت المعهد ودخلت يعني اتجوزت. اتجوزت بدري، دي حاجات بقى. سبت معهد سينما قسم اخراج. انا كنت دخلت قسم اخراج لان انا كنت حاسه ان انا بعرف اكتب، بس انا عايزه افهم الكتابه اللي انا بكتبها دي ازاي تتحول لصوره. انا كمان ما عنديش اي حد في عيلتي له علاقه بالمجال ده خالص، ولا له علاقه بمجال السينما ده خالص. وانا لما بدات اكتب عايزه اكتب سيناريوهات وترجمها للسينما، انا مش عايزه اكتب روايات. بس ده من حبك للروايات ولا حبك للسينما؟ الاثنين. ما هو شغف شديد بالروايات مبدئيا. القرايه الكتير بتسهل الكتابه طبعا، بتسهل الكتابه أكيد. بس وبيبقى عندك من الاول عندك شغف طبعا بالسينما والسينما طبعا. لا، السينما ده جزء لا يتجزأ من حياتي. الفرجه على الافلام سواء الابيض واسود او افلام بقى كنا بنروح نادي الفيديو، دي احلى خروجه واحلى بتاع. نجيب كام فيلم نسهر عليهم في الويك اند. ممكن ما اخرجش خالص مع اصحابي وافضل اتفرج على افلام ورا بعض متواصل. اجازه الصيف كلها فرجه على افلام. السينما كل افلام السينما اللي بتنزل كلها بروح اتفرج عليها انا واخواتي. يعني حب السينما ده كان بالنسبه لي كمان حلم بعيد، لان زي ما بقول لك مفيش حد في عيلتي له علاقه بالسينما ولا بالدراما ولا يعني ولا بالمجال الفني خالص. ف حبيت ان انا اتعلم. انا حاسه ان انا بعرف اكتب، وكنت اوريدي بدات اكتب قصص قصيره او حاولت اكتب شعر وانا صغيره. يعني حاولت اكتب كل حاجه، وبعدين قلت انا عايزه اعرف بقى ازاي احول اللي انا بكتبه ده لصوره. المخرج ده بيعمل ايه؟ فعرفت ان قسم اخراج بيدرس كل حاجه. يعني السيناريو كمان هيبقى من ضمن الحاجات. فدخلت معهد سينما لمده سنه ثم سبته ودخلت في جامعه خاصه ماس كوم جورناليزم. وبعدين بعد شويه كمان درست فاشن ديزايننج. لقيت عندي يعني باشن ناحيه الموضوع ده، فعملت دبلومه فاشن ديزايننج واشتغلت. انا بحس ان عموما الشخص الكرييتيف بيبقى عنده يعني هو مالتي تالنتد. ممكن لو عملتي حاجه تبدعي فيها جدا، لو جربت اعمل حاجه وكل دول هيفيدوا بعض. بالظبط. وبعدين اشتغلت في الفاشن ديزاين، واشتغلت في الريل استيت فور مثلا 6-7 سنين. عملت فيهم كويس جدا جدا لحد لما بعيدة بقى خالص. بعيدة خالص موظفة. بس جالي وقت حسيت ان انا محتاجة ابقى موظفة، عندي شغلانة من 9 ل5 مش عايزة اعمل غير كده. وكان في النص بمارس هوايتي ان انا اكتب وان انا اتفرج على افلام طول الوقت، افلام ومسلسلات. على اساس ان التاليف والاخراج ده هوايه. بالظبط. والقرايه طبعا عمري ما بطلت اقرا. طول الوقت انا عمري ما بطلت اقرا، وطول الوقت انا بتفرج على افلام طول الوقت، لحد ما جيت في وقت كده حسيت انه خلاص بقى انا يعني it's about time ان انا pursue يعني وظيفة الأحلام بتاعتي. I want my dream job. أنا مش قادرة أبقى موظفة anymore. أنا مش عايزة أعمل حاجة غير ده. فبدأت الأول دخلت ورشة كتابة مع أستاذ تامر حبيب. أنا كنت already عندي فكرة السيناريو بيتكتب ازاي من السنة اللي أنا قضيتها في المعهد، ومن مذاكرتي ومن قرايتي لكتب السيناريو. ودخلت to refresh my memory. الورشة بتاعته في 2015 ورشة تطوير.
يعني الناس اللي عندها مشروع عايزه تطوره تدخل تاخد جايد لاينز من استاذ تامر بيقرا بيعمل. وكتبت اول فيلم ليا ديورنج الورشه دي، كانت ورشه تقريبا 2 أو 3 شهور، ودخلت بدات كتابه الفيلم، وصلت النص والورشه خلصت. تامر طبعا كان بيديني تعليقاته، بنقرا قصاد بعض، فده موضوع محفز جدا. فمن هنا قررت ان انا بعد شويه اسيب وظيفتي، يعني انا دخلت الورشه وبدات كتابه، وبعدين سبت الوظيفه بقى اللي هي مؤمنه جدا لحياتي. أيوة. وخدت الريسك ورحت سبت الوظيفه وقلت خلاص انا في كل الاحوال لازم اتفرغ لموضوع الكتابه ده، سواء نجحت او ما نجحتش. اتس اباوت تايم ان انا اخد الريسك ده، لان لو ما عملتوش دلوقتي عمري ما هعمله، وهرجع ابص ورا واندم. فخلاص، فبدات وقيست وسبت الوظيفه وبدات اكتب. عندي سؤال، يعني ان هو كنت حاطاه، معرفش هل ده هو دي اصعب لحظات عدت عليكي في الوقت ده كانت ايه؟ اصل ان انت تسيبي وظيفه طبعا وتخشي طبعا على حاجه انت لسه برضو مش عارفه حدودها ايه طبعا. هل هي دي كانت اصعب وقت؟ ده كان وقت صعب جدا. ولا في لحظات هقولك صعبه تانية؟ لان الحاجات الصعبه دي هي برضو اللي بتحفز جدا الحاجات اللي جوانا، اللي بتطلع جدا الحاجات اللي جوانا قويه. انا فكرتي ترجعي خطوه لورا خالص؟ أوكي. ما فكرتش لحظه، لان انا كنت خلاص وصلت لمرحله، انا انسانه اللي بيحركني هو الشغف ناحيه الاشياء. فكنت بصحى الصبح وانا رايحه المكتب انا تعيسه، انا مش عايزه ابيع بيوت، مش عايزه خالص اتكلم في مساحه بيت مش عايزه I don't want to do this anymore. فمستثقله جدا وانا ما اقدرش، يعني انا انسانه طاقتي على احتمال الاشياء، ان انا ابقى مرغمه على شيء، ده شيء بالنسبه لي لا يطاق. يعني الموت افضل. لا، في ناس ممكن تفضل مضلمه وتبقى مطفيه وتكمل حياتها مطفيه خوفا من انها تاخد الخطوه دي. لا، مش المبدعين. انا قلت انا هقايس وهاخد الخطوه دي وخلاص، لان انا هعيش مره واحده. خايفه قوي قوي بعدين لما اكبر ابص ورا واقول انا كان ممكن ابقى كاتبه شاطره، كان ممكن ابقى مؤلفه شاطره، وضيعت عمري في الوظيفه. وتندم. واندم. فخدت القرار، وطبعا كانت خطوه صعبه جدا، واشتريت لابتوب جديد انا فاكره، وقلت انا هقعد. بس هقعد ازاي بقى؟ هعمل لنفسي مواعيد عمل علشان اولا ما احسش بالزهق، لان اللي متعود ان هو يصحى الصبح بدري كل يوم وينزل من بيته يسوق ويروح مكتب ويرجع وبتاع، تبقى صعب قوي قاعده في البيت، مواعيد حاكمه له. وانا عموما ست مالتي تاسكينج، يعني ما اعرفش ابقى بعمل حاجه لا، انا بعمل 100 حاجه في نفس اللحظه. فقلت لا، انا هعمل لنفسي مواعيد عمل. فبقيت حاطه لنفسي مواعيد عمل، وده النظام اللي انا ماشيه عليه لحد النهارده. من 8:30 الصبح انا بقعد لحد 3:30 4 انا قاعده. من 8:30 ل 3:30 4 بتكتبي؟ بكتب، سواء ربنا كرمني كتبت سطرين، كتبت 20 مشهد، كتبت معالجه كامله، كتبت ايه، المهم ان انا قعدت وفتحت اللابتوب واشتغلت. مفيش حد الوحي الافكار بتجيلك، طبعا بتجيلك فجاه، ممكن حاجه تلهمك، ممكن ما هو ده اللي ممكن مبنى، ممكن مكان. انا عايزه اسالك، يعني افكار اللي بتجيلك ازاي؟ مش فكره مسلسل او فيلم او روايه او وات ايفر، بتيجي ازاي؟ دي من موقف ولا من شخصيه ولا من سؤال مثلا شغلك؟ كل حاجه. كل حاجه. احب اقولك بجد كل حاجه بتلهمني. 2 غيرنا جاتلك من ايه؟ 2 غيرنا جاتلي من ان انا الاتنين كانوا حاجه غريبه جدا. يعني 2 غيرنا بيحكي عن شخصيتين زي ما قلت لك، والشخصيتين بيعانوا. انا بحكي في 2 غيرنا عن معاناه فنانه ورا البيبان المغلقه، لما الاضواء بتنطفي وبتختفي احساسها هي ايه. لان انا خدي بالك برضو الواحد بيخزن، يعني مش شرط تكوني ده حد انت تعرفيه شخصيا او حد انت شفتيه في حياتك او حاجه، انت بتشوفي وبتخزني طول ما انت ماشيه. والكاتب والمؤلف واي شخص كرييتيف بيطلع من المخزون الانساني اللي جواه. فانا مش فنانه اكيد وما عشتش ده، بس انا شايفه الناس دي بتعاني قد ايه. انا شايفه ظلم، وشايفه ان الناس بتحاكم وبتجلد وبتستبيح وبتقسى قوي قوي قوي، وفي الاخر دي بني ادمه، ممكن تبقى وحيده، ممكن تبقى غلبانه، ممكن تبقى مفهومه غلط، ممكن تبقى كتير. فانا كنت عايزه احكي عن الفنانه، وكنت عايزه احكي عن معاناه الراجل بعد الطلاق.
اعمال دراميه كتير جدا اتكلمت عن معاناه السيده حقيقي اللي هي طبعا بطبيعه الحال السيده بتعاني وبتشيل وبتشيل مسؤوليات وبتتحول في احيان كتيره الى رجل المعيل والظهر والسند للي حواليها وبتتعب جدا. ولكن مفيش حد حكى عن كثرة الراجل. أنا شفت قدام عيني رجالة كتير من أصدقائي وقرايبي، وبتشوفي وبتلاحظي وبتسمعي، انت ما بتبقيش ملاحظة في وقتها ان الحاجة دي بتتخزن جواكي. أنا عمالة أخزن في لحظة. طب وات اف الفنانة دي المنكسرة دي قابلت الراجل ده اللي هو بيدرس هندسة في الجامعة وبيدرب هاندبول، وحياتين وعالمين مختلفين عن بعض تماما، والاتنين يجمعهم الانكسار والوحدة. لو الاتنين دول اتقابلوا من هذه العوالم المختلفة ايه اللي هيحصل؟ فأنا فكرة اتنين غيرنا، أنا بحكي في المقام الأول عن قسوة الناس، عن القسوة، الأحكام، الغدر، الفقد، المعاناة بعد الفقد، معاناة الوحدة، عن حاجات كتير قوي متجسدة في نور وحسن. فالفكرة جات لي من هنا إنه ده بقى كتير قوي، الظلم كتير، الأحكام كتير، قسوة المجتمع كتير. فلما دول يتقابلوا ايه اللي هيحصل؟ يعني طبعا انا شايفه ان انت عندك مسؤوليه اجتماعيه، مش بس قصه طبعا. مش حكايه حلوه وخلاص، مش كده يا رنا؟ طبعا انا بحب انه يعني مش هقول لك ان انا ببتدي اكتب المشروع وانا بقول انا هقدم رساله ايه، لا، انا ببتدي الاول انا هحكي حدوته بني ادمين من خلالهم، كل ما كانوا هم رحلتهم صادقه، كل ما كان فيها رسائل غير مباشرة بتوصل للمشاهد. المهم أهم حاجة أن المشاهد يحبهم ويتبناهم ويتعاطف معاهم، وحتى لا يحكم عليهم. يعني أنا دايما لما بكتب شخصيات طبيعية خطاءة. الناس بتخطئ طبعا. الناس مش بعمل البطل والبطله بتوعي مش معصومين من الخطا ولا هم مثاليين ابدا طبعا. فبالتالي انت لما بتعملي شخصيات طبيعيه وحقيقيه وتعمليها غير مثاليه، المشاهد بياخد منها طبعا وبياخد منها رسائل وعبر، بس رسائل غير مباشره. رسائل بتجيله وهو مستمتع، وتجيله وهو شايف نفسه فيهم، وتجيله وتمرري الرسائل كده في النص مرور خفيف جدا يستفاد منه من غير ما تبقى مباشرة وانا بعلم حد حاجة او بخاطبه مباشرة. هل عندك في الكتابة خطوط حمراء ما بتحبيش تيجي جنبها بمناسبة الاخطاء، وانه يعني انه دي شخصيات حقيقية ممكن تغلط، ممكن في خطوط حمراء عندك، ولا انت بتكتبي؟ هقول لك على حاجة، نوعية العمل بتفرض عليكي ده. يعني كامل العدد انا ما ينفعش، لان انا عارفه ان الاطفال من سن 4 سنين لحد الجدود بيتفرجوا، مرورا بكل المراحل العمريه بيتفرجوا. فانا لازم اكون حساسه جدا واخده بالي جدا حتى لو انا عايزه ادق ناقوس الخطر في حاجه. زي مثلا المشهد بتاع لينا، لما لينا صوفيا، لما فريده كذبت على احمد باباها وراحت خرجت مع الدي جي وفي عيد ميلادها واداها الكيس اللي فيه الحبوب. احنا اتكلمنا كتير جدا انا ويسر مع استاذ خالد في هنحط ايه في الكيس ده، لانه الاطفال هيسالوا اهاليهم والكبار هيبقوا عارفين ده ايه، وده مش عايزه حاجه ولا تخض ولا تفتح عينين حد، تفتح عينين من باب الوعي، لكن ما تفتحش عينين من باب اسئله الاهل ما يعرفوش يجاوبوا عليها. فكنا مهتمين جدا انه التفاصيل، المهم انت بتقدمي الحاجه ازاي. انا الخطوط الحمراء عندي انه ما بقاش بعمل حاجه خادشه للحياء، والحاجات اللي انا مش هقدر، ايه بقى الخطوط الحمراء؟ اقول لك الحقيقه، الحاجات اللي انا مش هقدر اجيب اخرها واحكيها بمنتهى المصداقيه، ما اقربش منها خالص. لو حاجه موضوع شائك انا مش هقدر اقدمه بصورته الحقيقيه كومبليتلي زي ما هو، وهيبقى فيه تحفظات عليه، يبقى انا احسن لي ما اجيش جنبه خالص. يا اجيب اخر الموضوع واحكيه زي ما هو بمنتهى المصداقيه، يا ما اجيش جنبه خالص. هل كونك كاتبه امراه اثر على نوع القصص او الاعمال اللي بتطلع منك يا رنا؟
ما اعتقدش. لا ما اعتقدش، بس هقول لك ليه. اعتقد انه المرأة عموما غير انها مالتي تاسكينج اكتر من الراجل، اكيد المرأة عندها استعداد وفهم واستيعاب لنفسيات الرجاله والستات اكتر ما الراجل عنده استيعاب لنفسيه المراه. يعني انا حاسه ان انا او متاكده تقريبا من ان انا اعرف اتكلم عن معاناه الرجل اكتر من ما راجل هيعرف يتكلم عن معاناه حقيقي. ومشاعر المراه الداخليه. حقيقي. انا عارفه انه المراه بطبيعتها عندها استعداد لاحتواء الجميع. تعرف تحتوي، تعرف المرأة حتى اللي ما خلفتش طبعا، وبتدقق في التفاصيل وعارفة كل حد. احنا عموما مالتي تاسكينج، بنخزن التفاصيل، بنفتكر التفاصيل، بنركز في كل التفاصيل. انت بتعرفي تحللي الشخصيات اللي حواليكي، بتعرفي تلتمسي الاعذار للبني ادمين، ده جزء له علاقة بالأمومة اللي ربنا خالقها فينا. صح. بتعرفي تحتوي المواقف، بتعرفي تطبطبي، بتعرفي تبقي ام. يعني المرأة بتعرف تبقى ام لزوجها والابوها فنفسيه الرجل مش حاجه بعيده عننا. فهمها مش بعيد عننا. صح. ممكن يبقى في تفاصيل احتاج اسال فيها صديق او استشير حد او اسال حد، مش مشكله لو اتحطيت في الموقف ده هتتصرف ازاي. لكن انا حاسه انه لا، بالعكس، ده مش يخليني قادره ان انا احكي المراه اكتر من الراجل. بالعكس، انا اعرف احكي الراجل احسن ما احكي المراه كمان. حقيقي. هل في نوع دراما معين نفسك تكتبيه وبتقولي لسه مش وقته؟ لا، كل حاجه بتيجي بميعادها. انا بس في المقام الاول احس ان انا عمري مثلا ما هكتب ساي فاي، عمري ما هكتب حاجه خياليه تماما. احب ان الحاجه تبقى في المقام الاول اجتماعي، ثم يجي اجتماعي سلاش دراما سلاش رومانتك سلاش كوميدي سلاش ثريلر سسبنس، رعب ممكن في يوم من الايام. بس خايفه قوي ان انا وانا بكتب ابقى خايفه لان انا بخاف من افلام الرعب جدا، فممكن وانا بكتب اخاف. بس عموما لا، اكتب كل الانواع ما عدا اعتقد الحاجات اللي هي ساي فاي والفضاء الخارجي والحاجات اللي هي النوعيه دي لا. لكن غير كده لا، اكتب كل الانواع. عليهم ولا ما يشدوكيش؟ الحاجات المهمه قوي، الحاجات اللي فيها جزء مثلا فيجوالي انترستنج قوي في الصناعه، الحاجات اللي ما ينفعش تتفوت في تاريخ السينما اتفرج عليها. لكن مش ده النوع قوي اللي يستهويني. ما هو عشان كده هسال، ده انت بتتفرجي عليهم عشان بس كالبروفيشن بتاعك، لكن طبعا مش عشان انت ده نوع انت. ومن قبل البروفيشن بتاعي انا بتفرج على كل الانواع والالوان بصراحه. ما عدا الرعب على كبر بقيت بخاف منه قوي. وانا صغيره كنت جريئه جدا بتفرج على افلام الرعب ونقعد نترعب دلوقتي ما اقدرش. دلوقتي ما اقدرش اتفرج على فيلم رعب. لكن انا لا، من قبل كده وانا بتفرج على كل الانواع والاشكال، وبسمع كل انواع واشكال المزيكا. المزيكا كمان جزء كبير جدا من الالهام بتاعي. انت كنت بتساليني وات انسبايرز يو، انا ممكن كل حاجه تنسباير مي. ممكن بينتنج، ممكن مكان سافرته، ممكن شارع مشيت فيه، ممكن اركيتكتشر، عماره اتفرج عليها، بيت، فيلا. دي حاجه فيا من وانا صغيره، اتفرج على العمارات واتخيل اللي جوه البلكونه دي ايه، الراجل اللي واقف ده الصبح بيشرب كوبايه الشاي ده يا ترى ايه، يا ترى علاقته بمراته ايه، يا ترى دول عندهم فرح، عندهم حزن، يا ترى مديون، يا ترى متخانق مع مراته، يا ترى عندهم جوه مثلا عزا، ولا عندهم. يعني طول الوقت انا سرحانه جوه البيوت من وانا طفله في طريقي للمدرسه، اتفرج على العمارات واتفرج على البيوت واتفرج على الناس واتفرج لحد النهارده اشوف 2 قاعدين في ريستورنت، ابتدي اعمل سيناريو، لا دول متجوزين جديد، لا دول بيحبوا بعض، لا دي جوازه تانية، لا دول بقالهم مع بعض 30 سنه. اقعد اعمل قصص، انسد قصص، وساعات اسال الناس بعد مثلا على الاخر مثلا تعرفي انت اشوف انا توقعت صح ولا غلط. عاده بيطلع صح. واخر مره حصلت كنت بزور ابني في امريكا وقت التخرج بتاعه، والويتر، وقلت له تفتكر الراجل ده ايه؟ قال لي، قلت له تفتكر ان هو اب؟ قال لي اب. قلت له طب مخلف ولد ولا بنت؟ قال لي بنت. قلت له انا كمان اعتقد كده. تتخيل ان هو بيذاكر لبنته صح؟ قال لي تفتكر ان هو مثلا بيروح يطبخ لهم؟ قعدت انا هو وانا خارجه من التواليت قلت له اكسكيوز مي، ورحت سالته، طلع عنده بنته بيذاكر لها لا. والله بالظبط زي ما انا قعدت العب اللعبه مع ابني الكبير، هو كمان فيري كرييتيف. طلع اللي انا تخيلته بالظبط. فهو كده يعني
جزء من الانسبيريشن بتاعي هو البني ادمين. بني ادمين والاماكن، الروايح، المزيكا، يعني كل حاجه. انت اكيد هتخرجي يا رنا، ها؟ ممكن تكون خطوه متاخره اخدها في يوم من الايام، بس حاليا لا. حاليا انا مهتمه قوي ان انا اثبت خطواتي في الكتابه واكتب انواع مختلفه واشكال مختلفه، واشتغل مع اكبر قدر ممكن من المخرجين اللي انا بحبهم ونفسي اشتغل معاهم. اسالك فيه يعني، ده السؤال انا مجهزاه طبعا. بعدين قلت بس حاسه ان انت هتخرجي، يعني انت من دراستك ومن شغفك انت عايزه تخرجي، بس لو مين المخرج اللي يعني تحبي تشتغلي معاه، نفسك تشتغلي معاه؟ احب جدا اشتغل مع استاذ محمد شاكر خضير، احب جدا اشتغل مع استاذه مريم ابو عوف، استاذ كريم الشناوي، استاذه كامله ابو ذكري، استاذ محمد ياسين، استاذ هاني خليفه. في قائمه طويله من الناس، استاذ عمر رشدي حامد، مين تاني؟ لا، قائمه طويله من المخرجين. احنا عندنا مخرجين رائعين، الليسته طويله جدا. يعني ما اعرفش، انا لو قررت في يوم من الايام ان انا اخرج، ضروري قبل ما اعمل كده هسافر اخد ورك شوب او لانه في حاجات غير توجيه الممثل، وغير اللي فيه العدسات يعني المخرج ده رب العمل، لازم يكون قادر يعرف ويوجه ويدير اللوكيشن كله بكل اقسامه. دي ملكه مش عندي دلوقتي. لو قررت قدام كمان كام سنه اكيد هدرسها الاول، او هاخد ورك شوب او كورس قبل ما اقدم على الخطوه. لكن حاليا لا طبعا، انا لسه نفسي اشتغل مع مخرجين كتير، لسه ما اشتغلتش مع ناس كتير قوي. اتمنى ان يحالفني الحظ واتعاون معاهم قريب ان شاء الله. قولي لي يا رنا، الكتابه للسينما ولا للدراما التلفزيون؟ مش قادرة أحدد أنهي الأحب إلى قلبي، لأن في مواضيع بتفرض عليكي إنها محتاجة تبقى دراما، محتاجة تبقى 15 حلقة، محتاجة تبقى 10 حلقات، محتاجة الموضوع يستحق إنه يتحكي وتفاصيله تتحكي وكده. الفيلم تريكي باي ذا واي، فيري تريكي، لأن أنت لازم وأنا قاعدة على كرسي السينما ده مرمش، ما تشغلش عنك، ما ازهقش، ما امسكش تليفوني، ولازم توصلي لي كل الحدوته اللي انت عايزه توصليها لي دي في ساعه ونص او ساعتين، ما ملش فيهم. صح. ما تفقدينيش في لحظه. فلو انا اللي قاعد على كرسي السينما ده طلع تليفونه كده، انا بالنسبه لي ده طبعا. انا كده طبعا. لكن الدراما مريحه في فكرة انه وقت عرض الحلقة او على البلاتفورم المشاهد هيجيبها يتفرج عليها، المشاهد هيقدر يعمل باوز ويقوم يرجع لك تاني. ان انت هتديكي قماشة واسعة انك تسردي تفاصيل جدا جدا كتير جدا جدا في الشخصيات وفي الاحداث، لانها قماشة من غير طبعا ما يبقى فيه ملل في السرد. أكيد. يعني ده شيء مهم جدا. أكيد. ولكن الاتنين حلوين، انا مش قادرة اقيم. الاتنين حلوين والاتنين صعبين، ان انت ما تقعيش في وسط الحلقات، ان انت ما تدخليش في دايره الملل في وسط الدراما، ده كمان فيري تريكي. فمش قادره احدد انهي فيهم الاحب. ايه الاعمال اللي تابعتيها مؤخرا سواء دراما او سينما وشدتك وعجبتك؟ لا ترد ولا تستبدل، دينا الشربيني، احمد السعدني، فدوى عابد، حسن مالك، صدقي صخر، اخراج استاذه مريم ابو عوف، كتابه دينا نجم وسمر عبد الناصر. رائع رائع، عمل رائع بكل المقاييس، تفاصيله حلوة، لوكيشنز حلوة، الممثلين، الشخصيات مرسومة ازاي، الأحداث مرسومة ازاي، المصداقية بتاعت العمل. يعني أنا عادة مش بتفرج على حاجة في وسط ما أنا بكتب، ما بعرفش، ولكن ده الحاجة الوحيدة اللي أنا ما قدرتش أفوتها، أو كنت خلصت كتابة 15 حلقة بس بعدل فيهم، لكن ما قدرتش أفوت، ما قدرتش أفوته. رائع، وبوجه لهم التحية وبقول لهم ألف مبروك على الشغل الحلو. رنا أبو ريش، احنا كمان بنبارك لك على المسلسل الجديد، ويا رب ان شاء الله 2 غيرنا يكسر الدنيا ويحقق اكبر نجاح. يا رب يا رب. وكل سنه وانت طيبه ونورتينا، وكنا سعداء جدا بلقائك النهارده. ميرسي جدا جدا، انا اللي اتشرفت بوجودي معاكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب المسلسل يعجبكم يا رب يا رب، ودعواتكم ان شاء الله نتقابل بعده ونعمل معاكي لقاء جديد وعمل جديد ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا جدا. ميرسي يا رنا. متابعينا الاعزاء، لحد كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا وضيف جديد وحلقه جديده من بودكاست حديث الاهرام.